اهلا بكم يا احلى متابعين. تابعوا معايا ملخص النهارده للاخر واعرفوا رايي الشخصي في الفيلم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم. بيبدا الفيلم سنه 1922 بشخص بيصور ابنه إيفري، وبعدين بيمشي وإيفري بيدخل الحمام وبيسمع صوت امه جاي من ورا باب سري، والباب ده بيودي على القبو. ولما إيفري بيفتحه بيلاقي امه شكلها غريب وبتقوله انا جعانه، وإيفري بيجيب لها تفاحه وبتاخدها، وبعدين بتقوله هات واحده كمان لصديقتي. بعدها بتشده للقبو وبتموته. وبعدها بنروح لسنة 1987 وبنشوف هارولد بيستعين بمخرج أفلام وثائقية اسمه أبولو عشان يصور قصته، وبيبدأ تصوير وهارولد بيعرف نفسه وبيقول إن الناس تعرفني بسبب اللي حصل في منزلي من سنوات، وبيقول إن كتير من الناس فاكرينه إنه قتل زوجته وابنه، وبيقول دلوقتي عايز أوضح لكم الحقيقة ومين المسؤول عن وفاة زوجتي وابني. بعدين بينزلوا للقبو وبيقول إن ده المكان اللي لقى فيه زوجته جين ميتة، كان باين على وشها الخوف والرعب، وإيديها ورجليها كانوا مقطعين، والطب الشرعي لقى على إيديها وكل جسمها علامات عض وأسنان اللي عضها مش متطابقة مع أسنانه، وده اللي أظهر براءته. وبعدها بيطلعوا من القبو وهارولد بيوريه صور الحيوانات لأنه مصور للحياة البرية، وفجأة بيسمعوا صوت الأطفال في الشارع، وهارولد بيقول لأبولو إن من ساعة الحادثة والأولاد فاكرين إن في ساحرة وأرواح شريرة في المنزل. بعدها هارولد بيقول لأبولو إنهم مش هيقدروا يصوروا كل حاجة في يوم واحد، وأبولو بيقول له خلاص همشي وأجي بكرة، بس هارولد بيقترح عليه يبات معاه وبيقول له كده هيبقى في وقت اكتر لتصوير كل حاجه. في الاول ابولو بيرفض، بس لما هارولد بيعرض عليه فلوس كتير بيوافق. بعدها هارولد بيروح لغرفه المعيشه وابولو بيدخل وراه وبيلاقيه بيتفرج على فيديو فيه تفاصيل موت زوجته جين، والغريبه بقى ان هارولد هو اللي كان مصور كل حاجه. ابولو بيتصدم وبيقول له انت ازاي بتتفرج وازاي صورت الحادثه دي وليه بتفرجني على حاجه زي دي. وبيبدا هارولد يغني بصوت واطي ويقول تحت المنزل داخل الغرفه تنتظر الساحرة العمياء من جديد، هتشم وتزحف وتتغذى على الجميع، ستأكل كل جزء منك. بعدها أبولو بيغمى عليه، وبعد شوية بيصحى وبيلاقي نفسه مربوط في القبو، وهارولد بينده على حد ويقول له لقد حان الوقت، وبيقول لأبولو إن المية اللي شربتها كان فيها مخدر، وأبولو بيقول له أنت ليه بتعمل كده. وهارولد بيصور كل حاجة وبيقول له إن لما سكن في البيت اكتشف إن في ست عايشة في القبو واسمها بيزيل، وهي اللي اختارتني أنا عشان أقدم لها الضحايا اللي زيك. كل الضحايا اللي قدمتهم كانوا أموات، بس زوجتي جين هي بس الضحية اللي كانت حية، وأنا قدمتها لبيزيل عشان هي ما كانتش مصدقاني، لكن زوجتي التانية مصدقاني وبتساعدني في اختيار الضحايا. بعدين بيعمل تعاويذ وطقوس وبيغمض عينه، ولما بيفتحها بنشوف إن بيزيل استحوذت عليه. وبعدين أبولو بيقدر يفك نفسه وبيضرب هارولد بمفك في رقبته وبيخلص عليه، بس للأسف مش بيعرف يفك رجله المربوطة، وبيزيل بتيجي وتطير رقبته وتخلص عليه. وقبل ما نكمل الملخص هقول لكم على معلومة سريعة عن حكاية حقيقية مشابهة لملخص النهاردة. في سنة 1987 في ولاية أمريكية كان في شاب اسمه دانيال وعنده 17 سنة، وكان مهووس بالسحر الأسود وطقوس استدعاء الشيطان. وفي يوم دخل قبو جيرانه من غير ما يحسوا، وفضل عايش فيه وبيراقبه لغاية ما في يوم خرج من القبو للبيت وقتل ست اسمها بريندا جوستس وولادها الاتنين، وخد دمهم وحاول يعمل عليه طقوس سحر ويقدمه تضحية للشيطان. ولما الشرطة قبضت عليه لقوا القبو مليان طلاسم ورموز شيطانية على الحيطان وأدوات طقوس الدم، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ونرجع نكمل باقي الملخص. وبيعدي الوقت وبنروح لسنة 2003 وبنشوف ممرضة اسمها نعومي، وبنعرف ان زوجة هارولد جالها جلطة في دماغها وخلتها قاعدة مش بتتحرك. كان في ممرضة قبل نعومي اسمها شارلوت بتخدمها بس اختفت، ونعومي بتقول لها هفضل معاكي لغاية ما نعرف شارلوت اختفت فين. وهم قاعدين الست القاعدة بتضحك وبتبص ورا نعومي كأن في حد واقف وراها، ونعومي بتبص وراها ومش بتلاقي اي حد. بعدين بتحاول تأكلها ومش بترضى، والمعلقة بتقع على الارض غصب عنها، ولما بتوطي عشان تجيبها بتلاقي شريط تسجيل تحت السرير وبتاخده. وبعدين بتسمع صوت جاي من الطابق السفلي وبتمسك كشاف وتنزل، وبعدين بتسمع صوت الست القاعدة وهي بتعيط، فبتطلع عشان تشوفها وبتسمع حد بيضحك ضحكة مرعبة. وبعدين نعومي بتسمع
بتسمع الست القاعدة بتقول أكلوها عشان ترضى. بعدين نعومي بتشغل شريط المسجل اللي لقيته تحت السرير، وبتكون زميلتها شارلوت هي اللي مسجلة الشريط، وبتقول إن الست القاعدة بتقول حاجات مرعبة وبتتكلم وهي نايمة، وبتقول كمان إنها حست بوجود حاجة غريبة في المنزل كأن في حد بيراقبها. بعدين شارلوت بتكلم شخص في التسجيل وتقول واحدة كفاية، وصوت حد تاني بيقول اقتل شارلوت. وفي اللحظة دي بتصرخ الست القاعدة ونعومي بتجري عشان تشوفها وبتشربها مية وبتحط شريط التسجيل جنبها، وهي بتقعد على الكرسي تراقب، بس النوم بيغلبها وبتنام. ولما بتصحى بتلاقي الست القاعدة في وشها بس بتكون بتحلم. بعدها بتشغل التسجيل وبيكون في صوت بيزيل. الست القاعدة بتقول لها اللي خدتي كفاية، وبيزيل بتقول انا عايزة نعومي، وبتقول لها واحدة تانية وخلاص. وبعدها نعومي بتسمع صوت بيزيل بتقول اهلا، ونعومي لما بتبص ناحية الشباك النور بيطفي. بنشوف بيزيل واقفة والنور بيطفي وبيزيل بتختفي، وبعدين الست القاعدة بتظهر في وشها. بعدها نعومي بتسمع صوت جاي من القبو وبتلاقي باب مفتوح وبتدخل بحذر. بتسمع صوت حد بيطلب المساعدة وبتروح لمصدر الصوت وبتحس بالرعب لما بتلاقي بطاقة هوية شارلوت متعلقة على الحيطة وبطاقة واحدة تانية اسمها ليندا. فجأة بتشوف حد وراها. بعدين وهي خارجة بتشوف الباب السري وبتفتحه وبتشغل النور وبتشوف صاحبتها شارلوت وكلها دم، وبتدخل عشان تشوفها وتقول لها هخرجك من هنا. ولما بتقرب بتشوف بيزيل عمالة تاكل في صاحبتها. بتترعب وبتحاول تهرب بس الست القاعدة بتقفل عليها الباب، وبنعرف انها مش قاعدة ولا حاجة، ودي خطة كانت عاملاها بتصطاد بيها الضحايا. وبعدين بنروح لسنة 2013 وبنشوف ست بتحط كاميرا على الباب السري وبتقول ده المكان اللي بيقولوا حماتي قتلت فيه 3 ممرضات من 10 سنين، وبتقول ان مفيش حد عايز يصدق. وهي بتسجل بتسمع صوت همس جاي من جوه. بتخاف وتقفل الباب، وبعدين بتصور جوزها لوكاس، وبعدين بتفضل تتكلم، وفجأة بيزيل بتظهر. وبعدين لوكاس بيجي وبيحكي لها على هارو وبيقول لها انه دمر حياته وحياة امه واقنع امه بوجود ساحرة في المنزل. وبنعرف ان لوكاس ابن الست القاعدة. بعدها نوفا بتبص في المراية وبتسمع صوت خافت، وبعدين بتفتح الباب السري اللي الصوت جاي منه وبتلاقي بقع دم. بعدين وهي نايمة بتصحى على اصوات غريبة وبتصحي لوكاس بس بيكون نايم نوم عميق. بعدين بتمسك الكاميرا وبتصور تحت السرير وبتترعب لما بتلاقي شيء بيتحرك. بعدين بتشوف رجل بيزل ولما بتقف ما بتلاقيهاش، ولما بتبص تاني تحت السرير بتلاقي رجليها. وبعدين بنعرف انها نايمة وبتحلم، ولما بتفتح كاميراتها بتترعب من اللي بتشوفه وبتروح تدور على لوكاس وبتسمع صوت طفل بيضحك جاي من الطابق السفلي. بعدين بتشوف صندوق وفيه كاميرا، ولما بتاخد الصندوق وتطلع بتسمع صوت طفل بيبكي وبتفتح الباب السري وبتلاقي طفل مرمي على الارض وبتاخده. ولما لوكاس بيجي بيصدم لما بيلاقيها شايله حيوان ميت. بعدين بيتصل بالشخص اللي هيشتري المنزل عشان يسرع في عمليه البيع، وبعدها بيلاقي السكاكين مرميه على الارض وبيرجعها لمكانها بس بيكون في سكينه مفقوده وبيسال نوفا عليها. بعدين لوكاس بيفتح الصندوق اللي نوفا لقيته وبيكون في شريط تسجيل بيفتحه وبيسمع محادثه بين امه وبيزيل. بعدين بيشغل اشرطه الفيديو وبيكتشف كل اللي حصل في المنزل وبيبقى مرعوب. بعدها بيقول لنوفا لازم نمشي من هنا بسرعة، وبيقول لها ان في حاجة في المنزل مأثرة عليها. وبعدين وهم بيتعشوا نوفا بتتصرف بغرابة ولوكاس بيقول لها انا عارف انك حامل، وهي مش بترد عليه، تفضل تغني تهويدة. وبعدين بتنزل تحت الترابيزة وتعضه في رجله. بعدها بيصحى من النوم وبيلاقي نوفا نايمة جنبه وشكلها مرعب، وبرضه بيكون نايم وبيحلم. وبيصحى وبيلاقي الكاميرا في وشه وبتكون بتسجل كل حاجة. بعدين نوفا شكلها بيتغير وبتفضل تطعنه عدة طعنات لغاية ما بتموته، وبتنزل القبو وبتولد فيه. وبعدين بيزل بتخلص عليها، وبنعرف ان نوفا كانت حامل من بيزل بعد ما بيزل استحوذت على جسم لوكاس. وبكده بيخلص الفيلم. وفي النهاية أحب أقول لكم رأيي الشخصي في الفيلم. الفيلم قدم أجواء مرعبة اعتمدت على الرعب النفسي والأصوات المرعبة. معظم أفلام الرعب اللي عن القبو مش مجرد خيال، ولكن مأخوذة من جرائم حقيقية حصلت في القبو، وفي ناس استخدموا الأقبياء للطقوس الشيطانية، وده اللي خلى الفيلم رعب بجد. وفي النهاية أحب أعرف رأيكم في التعليقات، وهل صادفتم في حياتكم أي شيء مرعب متعلق بالقبو؟